النهاردة عامل معاكم سلطة البتنجان المشوي بأسهل طريقة ومكونات بسيطة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة هنعملها هنجيب الصينية بتاعتنا ونجيب البتنجان بعد ما غسلناه، والكمية حسب الرغبة. أنا هنا شاوية كيلو من البتنجان، وممكن تشوه على البوتاجاز. هنحطه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حسب حجم البتنجان. وأول ما يستوي البتنجان معانا هنطلعه ونغطيه لمدة ربع ساعة عشان نعرف نشيل القشرة الخارجية بسهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نقشر البتنجان هنجيب كمية البتنجان كلها. احنا هنا مش هنستخدم الكبة، هنفضل نقطع فيه بالسكينة قطع صغيرة جدا لغاية لما يتهرس ويدوب معانا. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل فيها بالبتنجان بعد ما هرسناه، ونضيف عليها طماطمايه كبيرة بعد ما شلنا البذر بتاعها، وفلفل الوان اصفر واخضر واحمر، وبصلايه وسط، وبقدونس، وفلفل حار حسب الرغبة. اهم حاجة كل الخضار نكون مقطعينه قطع صغيرة. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهنضيف عليهم ليمونتين، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة من الكمون، نص معلقة من البابريكا المدخنة، ربع كوباية من زيت الزيتون ويكون نوع جيد، 4 معالق من دبس الرمان. هنقلب كل المكونات عشان تاخد من طعم بعض، ولو سيبنا السلطة شوية ولقينا وجود سوائل نصفيها بكل سهولة. بعد كده هنزين الطبق بتاعنا وهنحط البقدونس والرمان حسب الرغبة، بس بنحب نضيفه على طبق السلطة لأنه فوائده كتير، وفي بلاد كتير بتحب تضيف الرمان في السلطة. والسلطة دي هتبقى حلوة قوي للي عامل دايت، وتاكلوها في أي وقت سندوتشات في الفطار أو مقبلات في الغداء. جربوها وبالهنا والشفا.